لك عيني، رح أقول لك كلمتين ما في غيرهم. أنا بدي أتطلق، فهمت؟ حاضر. لك شو هي حاضر؟ حاضر يعني بدي طلق. ما بدك تعرف ليش أنا طلبت الطلاق؟ أكيد عندك أسباب لطلبت الطلاق، وأنت مانك صغيرة يعني. لك شو هي مو صغيرة؟ لا حبيبي أنا صغيرة ونص، احكي عن حالك أنت. خلص أنت صغيرة وبتعرفي مصلحتك. حبيبي أنا صغيرة بالسن بس عقلي كبير وبفهم، وزع على بلد. أكيد يا حبيبتي. أنت رح تطلقني، خلصني. هلأ بطلق. وشو من شان الأولاد؟ شو رح تعمل فيهم؟ مثل ما بدك حبيبتي. مو مثل ما بدي، مثل ما قانون الأسرة بيقول إنه الأولاد رح يضلوا مع أمهم لحتى يتمموا 18 سنة. حاضر مو مشكلة خديهم. طبعا بدك تخلص منهم مشان ترتاح وتتجوز. خلص رح اخذن انا وربيهم، انت ارتاحي وتجوزي. لا يا حبيبي، ما رح تلوي دراعي بالولاد، ورح اخذهم منك بالغصب. حاضر. ورح اخذ الشقة مثل ما القانون بيقول. كمان حاضر. طبعا ما انت رح تترك لي هالخرابة وتروح تجيب شقة احلى من الشقة. ما اصلا الولاد كلهم منهم هامينك. مهمين طبعا. طبعا، والنفقة رح اخذها غصب عنك. ماشي. ورح انقل ولادي للمدرسة خاصة لحتى تدفع مصاريفها اكثر. والسيارة كمان امرك. تقدر تقلي وين رح تقعد بعد الطلاق؟ لا تشغلي بالك حبيبتي. وليش بدي اشغل بالي؟ ما انت رح تترك لي ولادي وتروح وتروق حالك باي مكان. اوف يا الله. طيب شو رايك نتطلق وتقعد معنا؟ حاضر من اذنك. وين رايح؟ على الحمام. اعمل حسابك لو قطعت شرياني بالموس رح نكد عليك كل حياتك كل عيشتك. انا ماني مستعد اصير ارمله، فهمت؟ وكل من هب ودب يجيب سيرتي، شي حلو والله. هلا انتحر انا واترك قالب الجاتو اللي انت عم تعمليه لميا. عن جد عجبك؟ فخامه. بس حاسسته هابط وناشف وسكره كتير ومش عاجبك. لا تقولي هيك، هذا اطيب جاتو اكلته بكل حياتي، جيبي لي كمان منه. ماشي ماشي، رح اعمل لك فنجان قهوة حتى تروق مزاجك.